أقسم لكم بالله أننا في آخر الزمان. شاهد الكفر الصريح الذي يقوله هذا الشيخ يسري جبر، وماذا قال عنه تلميذه مصطفى حسني. العبد رب والرب عبد، والرب عبد أي ظهر في الأكوان في صورة قيامه بعباده، فسبحانه الذي عبد نفسه بنفسه. يعني ايه؟ رفضت الأكوان أن تكشف لي فتجلى على قلبي بالحقائق، وجعلني أتعلم حاجات منه مباشرة لم أقرأها في كتاب ولم أخذها من شيخ. كان فيه هو ربنا بيتحول، يعني كان ساكن في حتة لما خلق السماء عزت. عشان كده انا بقترح ما تقرأيش لا صحيح البخاري. ممكن بس كمان مش السنة دي، ممكن وانت عندك 16 17 سنة تبدأي تسمعي شرح صحيح البخاري لسيدنا الدكتور يسري جبر، هتلاقيه على الساوند كلاود واليوتيوب. نحن فعلا في السنوات الخداعات التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصطفى حسني الذي له شعبية كبيرة، وللأسف الشديد كثير من الناس لا تعرف بأن عنده معتقدات فاسدة ومفسدة. رأيتم كيف يمدح هذا الشيخ مع الكفر الصريح الذي قاله. ليس ذلك فحسب، بل يريد من الناس أن تستمع إليه لإضلالهم. وأقول لكم ما قاله سيدنا رسول الله لابن عمر: يا ابن عمر دينك دينك إنما لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا.